يا جماعة كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. بتمنى دايما تكونوا بألف خير ومبسوطين إن شاء الله. اليوم الفيديو تبعنا رح يكون عن مسجد النور. مسجد النور اللي موجود بميدان العباسية بالقاهرة. هذا المسجد يلي بيقع بالقرب من الجامعات والمعاهد وجامعة عين شمس، كلية الحقوق وكلية الآداب وكلية التجارة وحتى كلية الطب البشري، وفي مستشفى عين شمس التخصصي. وطبعا هذا المسجد من أكبر مساجد القاهرة وموجود بمكان استراتيجي جدا، وأي حدا بينزل على القاهرة رح يشوف هذا المسجد قدامه لأنه حيمرق من ميدان العباسية من فوق الكوبري. يا جماعة كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. هلا أنا طلعت من باب الجامعة تبعي ورايح باتجاه مسجد النور. تمام، هذا المسجد اللي هو مسجد النور مسجد كثير قريب من جامعتي. هذيك المرة صورت لكم إياه من برا أنا ورايح على عباسية، أو أنا ورايح على رمسيس، ما متذكر وين المشوار كان. أنا ورايح على المتحف صورت لكم الجامع من برا. تمام، وهلا حصور لكم الجامع من جوا ومن برا كمان، هيك عامل لكم لفته لمسجد النور. هي مسجد النور. رح نمشي لعند مسجد النور ونصور لكم اياه من جوا كمان. هي المنطقة اللي هي العباسية. مو شايفين يا جماعة؟ صار وراي هلا ميدان العباسية اللي هو من أكبر ميادين مصر وأكبر ميادين القاهرة تقريبا. أو هو يعني مو ميدان كبير، بس تقاطع شوارع كبير، يعني بيوصلك وين ما بدك، بيوصل القاهرة ببعض تقريبا. هاي الحديقة يلي مواجه مسجد النور اللي شايفينه قدامكم. هاي زحمة الشارع هون. مسجد النور بيضم هون الأوقاف، جمعية النور الإسلامية، تحفيظ القرآن وأكاديمية الأوقاف التدريب الدائم لإعداد المعلمين. يا جماعة هلا وصلنا على مسجد النور. تمام، هاي المسجد وراي يسار. هلا حندخل لداخل المسجد ونصور لكم الجامع من جوا. بحبكم كثير يا جماعة، لا تنسوا تعملوا لايكات واشتراكات. بحب الجميع إن شاء الله. يلا سلام عليكم. وبيرجع تاريخ بناء مسجد النور إلى سبعينيات القرن الماضي على عهد الرئيس الراحل أنور السادات، بالوقت يلي قدمت وزارة الأوقاف الأرض لجمعية الهداية الإسلامية حتى تقوم ببناء المسجد، وبعد هيك تستلم وزارة الأوقاف إدارة المسجد. وبهداك الوقت كان الشيخ حافظ سلامة يرأس جمعية الهداية الإسلامية، وهو اللي قام ببناء هذا المسجد وجمع التبرعات من داخل مصر وخارجها لحتى يقوم ببناء هذا المسجد. ومن المعروف أيضا أنه مسجد النور هو أكبر مساجد القاهرة، والمسجد يلي بتصلي فيه شخصيات مهمة وكبار الشخصيات بالدولة. وفي داخل المسجد دار مناسبات، وفي جمعية خيرية، وفي كمان مؤسسات تابعة لوزارة الأوقاف. وهلأ منكون حكينا عن مسجد النور ومؤسس المسجد. ومثل ما بتعرفوا يا جماعة أنه نحن هلأ خلال شهر رمضان عم نمر بأيام فضيلة، فلازم نحكي شوي عن شهر رمضان وفضل الصلاة وفضل الصوم وفضل العبادات بهذا الشهر الكريم، يلي الله سبحانه وتعالى فضل هذا الشهر عن غيره من أشهر السنة، أنه يكون هذا الشهر شهر عبادة وشهر ذكر وشهر ثواب، شهر الإنسان بيمحي فيه خطاياه، الله سبحانه وتعالى بيمحي فيه الخطايا. وشهر رمضان هو شهر الرحمة وشهر البركة، شهر المغفرة وشهر العتق من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء النار يا رب العالمين، واجعلنا من الفائزين، وإن شاء الله نكون مغفورين الذنوب، والله سبحانه وتعالى يعتق رقابنا من النار سبحانه وتعالى ويتقبل صيامنا. والحمد لله أنه الله سبحانه وتعالى فضل علينا بنعمة الإسلام، هاي النعمة الكبيرة يلي نحن ولدنا ومسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى،
والله فضل علينا انه اهلنا كانوا مسلمين. الحمد لله انه نحن هلأ وقت نصلي، وقت نصوم، وقت نعبد الله سبحانه وتعالى عم نصلي بيقين كبير انه الله سبحانه وتعالى يتقبل الصلاة والصيام والزكاة والعبادات والذكر لله سبحانه وتعالى. الله يتقبل منا ان شاء الله. طبعا يا جماعة بتعرفوا انه شهر رمضان في صلاة التراويح، وفي صلاة التهجد، في صلاة قيام الليل الوتر، وفي صلاة الصبح وسنة الصبح، والصلاة بالمسجد أيضا. وداخل هذا المسجد وقعت عيني على هذا المصحف القديم جدا. ومن أفضل العبادات بشهر رمضان هي قراءة القرآن، إنه الإنسان يمسك ختمة ويقرأها من الأول للآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. وأيضا من أفضل العبادات هي الدوام على الصلاة بالمسجد، والدوام على صلاة التراويح. والصلاة بالمسجد كتير ضرورية بشهر رمضان، لأنه الثواب فيها كبير وعظيم. وكمان لازم مو بس بشهر رمضان، لازم حتى بعد رمضان نستمر على العبادات، ونستمر على الذكر، ونستمر على الصلاة بوقتها، ونستمر على الصلاة بالمساجد، أنه الله سبحانه وتعالى يبارك لنا برزقنا ويبارك لنا بوقتنا. أشهد أن لا إله إلا الله. كيفكم؟ شو الأخبار؟ آسف إني ما طلعت بكل الفيديو جوات المسجد، بس بتعرفوا يعني الواحد فايت على مسجد. أنا فايت صور المكان، فايت صور المسجد من جوا، وما حلو إني أحمل كاميرا وصور حالي. فأنا مالي طالع مشان بهذا الفيديو، مالي طالع مشان أنا أظهر نفسي. وقت أروح على مسجد أو أروح على شي مكان مثلا، خاصة المساجد بالذات، ما بقدر إني أحمل الكاميرا. هذا بيت الله سبحانه وتعالى. نحن رايحين نعرف الناس بهذا البيت، نعرف الناس بالمسجد، نعرف الناس بالحضارة الإسلامية، بديننا الإسلام. تمام. والناس يلي بعيدة عن مصر، والناس اللي حابة تشوف الحضارة المصرية وتشوف الإسلام بمصر وتشوف مساجد مصر، لأنه مصر معروفة بمساجدها ومآذنها وبحضارتها الإسلامية الكبيرة. والشاهد على هيك إنه الأزهر الشريف هو موجود بمصر، اللي هي الكلية الإسلامية الأولى بالإسلام، الكلية الإسلامية يلي بتعطي شهادات لكل المشايخ ولكل المتعلمين. لكم شغلة يا جماعة بس قبل ما أنهي الفيديو، إنه قناتنا عم تكبر شوي شوي. شوفت عينكم يعني المشتركين هلا عددهم 11,000 تقريبا، 11,500، فايتين على 12,000. وإن شاء الله بدنا نكمل لحتى نصل لل100,000، وبعد ال100,000 نصل للمليون إن شاء الله، بهمتكم وبهمة الناس اللي عم تشوف هاي الفيديوهات. وإن شاء الله هيك بكون أنا إنسان محبوب بالنسبة لكم، والمحتوى اللي عم نقدمه يكون محتوى قيم ومحتوى حلو. صحيح إنه في روحات وجريات ومشاوير وأكل وشرب ولعب، بس الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى عاطيه القدرة إنه يصور، بيورجي حياته للناس، يعطي صورة عن الحياة اللي هو عايشها. أنا عم بعطيكم صورة عن حياتي، وكل واحد بيقدر إنه يوصل رسالة للعالم. هلا أنا بدي أقول بنهاية هذا الفيديو إنه بحبكم كتير، ولا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة، وبتمنى لكم أيام حلوة وسعيدة. وإن شاء الله هاي الفترة حيكون في تكثيف أكتر لفيديوهات المساجد، رح نصور مساجد أكتر ونعرفكم عن المساجد المصرية، المساجد بمصر، بيوت الله سبحانه وتعالى. بحبكم كتير، ولا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة، ويلا سلام يا جماعة.